اللي لم الشامي على المغربي. بص مش عارفه انا لميت كل حاجه في التلاجة ومقمره العيش وهو اصلا طعمه مش حلو عشان جعانه جدا ومش قادره استنى، بس عايزه اخد العلاج بسرعه فلميت كل حاجه حرفيا في التلاجة. كوني بمل بسرعه فجايه معايا ان انا اجيب الدولاب من هنا لهنا. البلاطات 3 والبلاطات هنا برضو 3 وانا ملانه جدا جدا يعني حقيقي مخنوقه والروتين بتاع الصباح والمساء ده بقى بدأ يخنقني. ف هجرب يعني هي جايه معايا قوي ان انا اعمل كده مش عارفه ليه. الموضوع حرفيا مخدش 10 دقايق وخلصته ونقلت التربو من بره شويه لجوه شويه. حقيقي مبسوطه حاسه بتغيير حقيقي يعني لو نايمه مفيش حاجه قدامي. بصوا بقى شوفوا دي عامله ازاي. يلا عايزين نغير الملاية. هي مش جايه معايا ملاية خالص بس مش دلوقتي بصراحه يعني حاسه ان انا عرقانه ومتبهدله شويه كده وهغيرها. ما اعرفش بعد ما نقلت الدولاب كنت بص على السرير كده لو جه جنبيه هيبقى شكله حلو يعني انا حاسه ان هيبقى شكله حلو. بصوا هو لو جم الاتنين جنب بعض هتبقى في مساحه كبيره قوي في الغرفه مساحه كبيره كبيره. بصوا بعض من السنتيمترات صغنطتين قوي يعني حته صغنطوطه قوي اللي باقيه فمش هينفع هركبه زي ما كان. نشوف كده الدنيا ماشيه معايا ازاي. شغلت قرآن وحاسه ان انا عايزه اعملها عاده يوميه مش عايزه انساها بعد كده. وغيرت الملايه وخليتها زي الفل. عايزه بقى امسح كومودينو وامسح تسريحه واروق المكان ده شويه حاجات كده عايزه احطها في مكانها بس لحد ما مبسوطه بالجزء ده قوي. الحاجات دي عامه قوي شكله حلو. نفسي اشغل بخور بس مش عارفه في بخور ولا لا. بصوا امبارح ولا اول امبارح مش فاكره هيلي من اول امبارح خلاني شلت له الغسيل فانا عايزه اشيل الغسيل بتاعه في نفس الوقت انا عايزه استلف مشابك يعني المشابك عندنا الغسيل بيفضل موجود والحبال موجوده بس المشابك بتخلص فانا هلم له الغسيل واخد شويه مشابك في الشنطه دي للبلكونه اللي هناك. يعني دي البلكونه اللي هي ورا العماره احنا كده من ورا. هبقى اوريكم بقى البلكونه بتاعت ماما هي برضو هتبقى جنب العماره مش في الوش مفيش اصلا بلكونه بالنسبه لنا احنا في الوش في الشقه اللي جنبينا. لا صدقوا فيه بلكونه بابا. يلا كده نلم الدنيا دي واروح يخرب بيت رعشة جسمي. هما اروح هناك هكلمكم او مش عارفه هكلمكم. بصوا هو انا دي مش اول مره اشغل غساله تقريبا دي التالتة. في غسيل طلع وفي غسيل باقي ودول انا عايزه اعملهم بميه سخنه ودول عايزين يتنشروا ودول عايزين يطبقوا ففي كذا حاجه كده انا عايزه اعملها لسه بس ما كنتش متابعه مش عارفه ليه ان انا اتابع بالفيديو. اصبروا كده هظبط الدنيا لان انا بدات اتوه وهكمل لكم تاني. انا ما كملتش تطبيق الغسيل لما الغسيل التليفون هيفصل وانا محتاجاه فرحت يعني هروح اجيب الشاحن وبعدين احطه على الشاحن واكمل واشتغل وهو على الشاحن. كأنه حذرني من الشمس وانا فعلا حسيت نفسي ضغط فقمت وانا بنشر قلت اجيب كريم لان الشمس كانت سخنه على وشي قوي 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 ما قدرتش استحملها قلت اجيب الكريم دوت على جسمي على وشي وده على ايدي. كنت اصلا قاعده بهدوم بيت فهلبس الفستان دوت احط بتاع ده على رجلي واحط بتاع ده على شفايفي. حقيقي مش عارفه هل هيفيدوني باي شيء ولا لا بس هحاول. تمام. انا ما عنديش كاب ما قلتش مش عارفه اذا كنت قلت كده ولا لا في يوم بس انا ما عنديش كاب غير ده كحلي فايه المشكله يعني انا مش نازله باوتفيت اخر الدنيا هلبس كده واجهز بس مش دلوقتي لاني حاسه اني هلكت قوي لما رحت جبت دور من وجيت. 5 كده هريح هي الساعه دلوقتي 10:50 هريح كده شويه اقوم اشوف هعمل ايه تاني. خلاص لميتهم وطبقتهم ودول اللي انا قلتلكوا عايزه اعملهم في ميه سخنه كده والمشابك اهي. يعني تقريبا ما جتش بوشي من ساعه ما صحيت صح. ماما تقريبا صحيت هروح هناك زي ما قلتلكم بتاع عشان الشمس رايقه قوي قوي مش عارفه سبب الدوخه دي عباره عن ايه ولكن متهيألي الشمس
بصراحة يعني. هروح الناحية التانية، هلم الغسيل كده واروح الناحية التانية. وعلى فكرة بالمناسبة لما قلت الساعة 10 انا غلطت، لان انا ماشية على الساعة دي، والساعة دي اصلا احنا سايبينها على الساعة القديمة عشان المؤذن يشتغل مع الاذان بتاعنا الطبيعي. الساعة كانت ساعتها 11 إلا 10، الساعة دلوقتي 12 إلا ربع، لا إلا تلت. فانا مش عارفة هروح هناك اعمل ايه بالظبط، بس بدأت ادوخ، عندي مواعين عايزة اعملها، مش عايزة اسيبها. والغسيل بالذات بقى عايزة انشره، والاتنين عايزة اعملهم قبل الصلاة. الساعة 12 إلا ربع، يعني فاضل ساعة، وانا بصراحة بتحرك ببطء مش طبيعي. مش هكدب عليكم، تعبانة قوي، ومش هكدب عليكم برضه اقول اوعى انا ورور، لا انا فعلا بطيئة قوي، بس والله بجد عشان تعبانة، مش كسل مني ولا برود، حقيقي تعبانة وبتحرك بالراحة وعلى مهلي. بأمانة برضه بقول لنفسي اللي هو انا هستعجل على ايه؟ مين اللي لازم اكتر مني؟ ايه اهم مني دلوقتي؟ انا اصلا بموت، فالموضوع مش ناقص. امشي واحده واحده كده مع نفسي لحد ما اوصل للليفل اللي انا عايزاه. حقيقي نفسي قوي احقق كل اللي هي الروتين بتاع اليوم اللي انا كاتباه في في النوتس بتاعتي، اللي هو انت عايزه تعملي ده وده 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 وده، انا نفسي اعملهم حقيقي. يعني انا عايزه اعمل دول. اعتقد ان انا قلت ان ماما صحيت يعني شاي بلبن. الحلوين امبارح لما كلوا سابوا مواعين وكده، وانا اصلا بصراحه كنت سايبه الحاجه بتاعت بعد البطاطس دي، مكنتش قادره. في مواعين الفطار بتاعتي انا كمان برضو، يعني عشان الواحد يكون صادق ويقول اللي واللي عليه. ف عندي الشاي بلبن وهو بيغلي، يكون انا ايه خلصت الحلوين دول. انا خلصتهم اهم، بس وانا بعمل الشاي وقع منه نقطه كده، يعني بصراحه هو جاي بالظبط وانا بشطف اخر حاجه في الاطباق، فوقع مني نقطه كده من الشاي على البوتاجاز، مش نقطه يعني، هي كده ما اسمهاش نقطه. المهم مش هعملها دلوقتي عشان جسمي بدأ يترعش جامد اوي، وهطلع لماما الشاي خلاص. هطلع بقى اقعد برا شويه، ومش عارفه هنشر على طول ولا اقعد شويه، بس انا اكيد 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 هقعد شويه لان بايخه جدا. لا كتير جدا، ربنا يستر. نازل بقى المشي بتاعي، يلا ما الخطبه تبدا ان شاء الله نكون نشرنا كميه كويسه يعني. توكلنا على الله، بسم الله. حطيت الهدوم الخاصه فوق بعضها، نشرت الكميه دي، وبرده فوائد حبال، ومعايا غسيل بس ما عنديش مشابك. هروح اخد المشابك من عنده اللي هي حتى الزياده، يعني مثلا دي مشابك عنده هو بينشر بيها اصلا، هروح اخدها. انا كنت واخده الزيادات بس، لكن دلوقتي هاخد حتى اللي هو بينشر بيهم، لان انا ما عنديش حل ومحتاجه الغسيل كله يخلص. عملت طبق سلطه كبير لاني بجد بفتقد ان اكل حاجات زي كده طول النهار، فقلت ازود كتير قوي. قلت اعمل الطريقه دي للعيش، اخليه جوه كيس بلاستيك يفضل يحاول يبقى طري. وبعدين عملت لماما بيض بالبسطرمه، مش عارفه هاكل معاها بيض بالبسطرمه ولا هاكل محشي، لان بجد نفسي اكل محشي. في نفس الوقت هي مش هتاكل لوحدها، يعني لو حطيت لها الاكل كده مش هترضى تاكل، بس انا عايزه اكل محشي، مش عايزه اكل بيض بالبسطرمه، ولا عايزه اكل اصلا اكل فطار ولا عيش، عايزه اكل محشي. فمش عارفه استقر على ايه. المهم ان انا مش عارفه اذا كنت وصلت لكم ان انا اصلا نشرت الغسيل ومش هكمل تاني، لان خلاص اصلا لا مشابك ولا مكان ولا قدره. اصبروا هنروح هناك ونفهم. ما اعرفش الصبر جاني منين، بس بسخن المحشي. مكتره بصراحه السمنه والزيت عشان مش عارفه لسه، بس عايزاه يسخن قوي اللي هو يبقى مش قادره استحمل الحراره وكده، فاهمين؟ مش مشكله، هبقى اشيلهم شويه وانا بخف. عملت عصير، بس انا ايه ده انا شلته عملت عصير، يعني انا بس عامله دي برتقان تانك، وبعدين عشان ما اتلخبطش بينه وبين المانجا لازقه الورقه كده بالسولوتيب، فهي قربت تخلص والمانجا خلصت اصلا، وجبت ازازه ميه ساقعه وضربتها في الخلاط. وبعد ما خلصت غسلت الخلاط والبتاع بتاعت السلطه، فحرفيا مش سايبه اي حاجه متوسخه خالص، سايبه المكان كله نضيف، ونشرت الغسيل كله. مش لازم اجيبه في فيديو، اجيب لكم بصوره وخلاص. الساعه 5، انا خدت لي قيلوله كده بتاع ساعتين،
بس لازم المية ترعش جامد اوي عشان بس هفوق كده واحاول اشوف هعمل ايه في اليوم. نمت حوالي ساعتين، يعني انا صاحية قبل 6 بشوية. صحيت لقيت دول، انا غاسلة دول برضه عشان خيرت لماما بتاكل غراها المحشي لما كنت باكل من شوية، سخنت لها شوية. انا اتوضيت عشان اصلي الظهر والعصر لاني كنت تعبانه خالص فنمت، مكنتش قادره اعمل اي حاجه. فكل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هطلع اصلي العصر. صليت الظهر الحمد لله على ما الاكل كان سخن، دلوقتي هصلي العصر. اقلب بس شويه الميه. غدا ماما تمام. طلعت كبده عشان البت هنا اسمها ايه، نغم بنت اختي هنا، فطلعت الكبده بس مش هعملها دلوقتي، هي كده كده نايمه وعايزه اصلي بصراحه. فارق معايا قوي ان انا اصلي دلوقتي باي طريقه. للاسف صليت الظهر والعصر مع بعض لاني كنت تعبانه قوي وبتحرك بالراحه. انا صليت الصلاه ازاي قاعده. هو انا مش ملانه بس انا حاسه بتعب مش طبيعي، يعني حاسه نفسي مش قادره اتنفس، مش قادره اقف، مش قادره اعمل اي حاجه. الساعه مش هتيجي مظبوطه. المهم يعني الساعه قاعده 7 الا كده، انا حقيقي مش قادره اعمل اي حاجه خالص. حتى الكام طبق اللي في الحوض سبتهم اللي هم عملوهم دول مش هعمل، مش قادره بجد، تعبانه قوي ودايخه قوي. ف مش عارفه، انا مش عارفه ان كنت قلت لكم قفلت التربو بالشكل ده وديت ان شكله حلو برضه. انا كل اللي انا عايزاه نفرد السجاده بصراحه، مفيش حاجه هنا، عايزه اتلمع بس انا مش قادره اعمل اي حاجه خالص. جسمي كله منمل وعمال يدي رعشه كده. دوري بقى الروتين اللي انا عماله اقول لكم عليه ان انا عايزه اعمل روتين يومي، ان الحوض ان الحمام عموما يتنضف يوميا. فانا هتوضى دلوقتي اصلي المغرب، بس قلت وانا متوضى انضف حتى الحوض، يعني اسمم على مراحل عشان مبقاش تعبانه وكده. انضف مثلا الحوض دلوقتي شويه واجي انضف البانيو لان انا اصلا عايزه اخد شاور كويس قوي، مش مرتاحه لجسمي. ثواني. بصوا الحته دي نضيفه عموما، ظبطتها، انا كانت مكركبه شويه وظبطتها. هو بس الحوض اللي مضايقني قوي، ومن هنا كمان برضو هنضف الحوض كده واتوضى واطلع وشويه واجي اعمل البانيو او القعده، او ممكن اعمل القعده برضو دلوقتي ممكن.
حقيقي مش قادره اوصل استلم النفس اللي جوايا. كده انا مبسوطه بيه. هتوضى واطلع ولا هعمل ده ولا هعمل ده، خلاص انا كده بفيص اصلا. عايز اقول لكم ان انا صليت بقالي بتاع نص ساعه تقريبا، فضلت قاعده مش عارفه، مش قاعده، نايمه على المصليه. مش في تنميل رهيب بس من لما بكره قوية اوي، مش قادره اعرف ايه السبب، مش قادره. ونقول حاجه احسن. انا لما اتغديت، عشان انا كنت اصلا فطرانه الساعه 7 الصبح، فكان بالنسبه لي ان انا اكل محشي ده كان عادي. ماما لما اغراها المحشي ده برضو كان عادي، بس هي كانت لسه واكله لقمه بيض وشاربه شاي، فانا اصلا ما عملتش غدا. المحشي ده موجود من يومين او من 3 ايام. انا مش عارفه الصوت هيطلع ولا لا، لاني قافله الصوت سمت الموبايل على الصوت. عايزه اقوم اعمل كبده ومكرونه بس مش قادره خالص. الساعه 9:30. عايزه اعمل كبده ومكرونه، عايزه اصبر المواعين اللي معرفش اللي تتغفصوا دول عملوا ايه في المطبخ. عايزه اغسل البانيو عشان انا نفسي استحمى. اصلا من العادات اليوميه اللي انا عايزه اعملها يوميا ان انا اغسل البانيو والحوض والقعده، بس مش قادره. ما اعتقدش الموضوع طلع صعب قوي. واكيد مش البانيو ممكن يتعمل كل يوم، مش لازم البانيو كل يوم. مش عارفه اذا كانت طلعت الجمله ولا لا، ولكن القعده عايز شطف، الارض مطينه قوي. كده انا عايزه استحمى، يعني عايزه اعمل غدا للبت اللي جايه، المفروض ان هي جايه تقعد معايا. انا ما عادتش معايا خالص، بس عايزه اعمل غدا. والله لازم قادره اقف خالص. انا منمله من هنا، كل ده منمل. بالمناسبه ايدي تخنت خالص لدرجه اني مش قادره، يعني الحاجه ما بتطلعش بسهوله، بتوجع، مش قادره يعني باينه اهي. ايدي نفخت قوي، مش قادره اتحكم لا في الاكل ولا في الميه ولا في السكريات ولا في الاملاح. مش قادره اتحكم في حاجه خالص، كل حاجه اكتر من طاقتي بكتير، ومش قادره اتحكم في اي حاجه، وعماله اورم، مش عارفه هورم لحد فين تاني. هحاول انشط نفسي كده واقلع واقوم اعمل المواعين والكبده والمكرونه. هي بتخترع حاجه وانا مش عارفه هي ايه، بس مش هلم اي حاجه من الكركبه دي كلها بجد. انا يا دوبك عملت الكبده حقيقي، بتحرك زي الزومبي بالظبط في البطء في الحركه. عندي شويه صلصه والمكرونه عشان حاسه ان هي مطوله، رحت قافله عليها تكمل سوا، هي مقفوله عليها بسرعه اكتر. يعني بجد محتاجه اطلع، تعبانه قوي. تمام، مش هعمل دول، انا مش هنحرم. هو ده الشباك ماشي. انا خلاص كده هنام، مش هشغل حاجات كتير، انا هنام. وبكره ان شاء الله نبدا بيوم جديد وافكار جديده وحاجات حلوه. الصراحه ما خدتش شاور ومتضايقه قوي على الحوار دوت، بس بجد كنت هلكانه جدا. خدت العلاج، كلت مكرونه وكبده وهديكم الصوره دلوقتي. فالحمد لله قوي لحد كده، انا بجد اتهلكت ومبسوطه باللي انا عملته وراضيه بيه جدا. فان شاء الله نبدا بكره يوم جديد على خير وانبساط وسعاده بامر الله.